السلام عليكم الإخوة الأخوات، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناة سعاد أوفيسيل. كنتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير. كنشكركم على جميع التعاليق اللي كتكتبوا ليا وكتسولوا فيا في الخاص، شكرا لكم بزاف. كنتمنى أن الفيديو ينال إعجابكم. اليوم جبت لكم حلوة بسيطة وزوينة سهلة ديال تحمرة الوجه بمكونات بسيطة وطريقة مبسطة باش تحضروها. نتمنى ان الفيديو نال اعجابكم، وما تنسونيش مرة اخرى من الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك وتعليق محفز. بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء اللي تعمل الفائدة. نخليكم مع الطريقة والمكونات، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. الحلوه غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق فرص مغربل، ما يعادل كاسه الكيسان ديال العنبه زائد معلقه تقريبا، وعندنا 50 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، طويصه ديال الملحه، ساشيه ديال الفاني. غادي نخدمو الزبده مع الطحين نبسبسوها مزيان تدخل فيه مزيان. وغادي نعجنوها بالماء الزهر. ها هو هذا الماء الزهر هذا ديال القرعه ديال الدجاج، انا خويته في الكاس ديال العنبه باش نشوف شحال ندخل ليه. خليكم من بعد ما عجناها قسمناها على جوج ديال الاجزاء. هي الا كنتي مزروبه واخا حتى لدلكتيها باش تعطيك الطوع. ما كنتيش مزروبه خدميها الصباح، والعشيه عاد تشكلي الحلوه ديالتك كما تشوفي. دابا غادي نخليها ترتاح شويه، غير شويه، بلا ما عجنت الجزء الاخر. غادي نزيدو لها الجو هادي، غادي خليتها شويه خفيفه، وندير لها الكاكاو. الكاكاو ولا اي لون بغيتو ديروا الحمار ولا ديروا الخضر ولا الغوز ولا اللي بغيتو. انا بغيت ندير الكاكاو. حمرته كما درتو في الكسكاس حتى قطره من الزيت. نشف مزيان كما كتشوفوا. نشف هادي بحال هكا نحيدوها. انا بديت نطحن، انا درتو في الهاشوار. غادي نطحنو ونتلاقاو باش نشوفوا شنو المكونات اللي غادي نزيد فيه ان شاء الله. بعد ما طحناه غادي نزيد له معلقه ديال السكر كلاصي، سكر سقيط، معلقه ديال الزبده، ونص معلقه ديال القرفه. غادي نعجنهم. العجينه كنطلقوها بالمدلك كما كتشوفوا، غنطلقوها بالمدلك. انا راني بديت الخدمه باش ما نطولش عليكم لا فيديو بزاف. كنطلقوها بالمدلك وكنعاودوها في الماكينه، لان خصها تكون العجينه رقيقه ما تكونش غليظه، لاننا غنديروا جوج ديال الاجزاء. يعني الا درناها العجينه غليظه من الاول غادي تجينا مخبزه بزاف. دابا كنفضل انني نطلقها بالمدلك كما كتلاحظوا، وغندوزها في الماكينه ديال الشباكيه. وانتم شوفوا على حسب الماكينه اللي عندكم. كاين اللي كتكون عندهم رقيقه من الواحد وانت طالعه حتى الخمسة او الستة، وكاين العكس، كاين اللي كتكون عنده الرقيقه كتبدا من 6 حتى الواحد. غنخليكم على فيديو وانتم تشوفوا الطريقه ديال التحضير والتزيين حتى نتلاقاو مع الطبق النهائي ان شاء الله.
ها هي طابت الحلوه ديالنا، ما كتشدش وقت كتير، وغنديرها نيشان مباشره في العسل. كتلاحظوا انا غادي نكمل ونتلاقاو. ها هي الحلوه ديالنا من بعد ما كملنا التزيين ديالها. درتها في الكويرطات ودرت هذاك العقيقات كما تلاحظوا هادو. وها هي حلوتنا كتجي رائعه، ما نعاودلكمش منظر ولا مذاقا. كنتمنى انكم تجربوها، وما تنسونيش بالاشتراك اللي ما مشتركش، وتفعيل الجرس واللايك وتعليق محفز. بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب، وشكرا لكم بزاف على الكلمات الزوينه اللي كتخليو لي في التعليق. ونخليكم دابا مع الصور.